كأس العالم البطولة الأعظم، البطولة اللي قدروا بس 8 منتخبات يحققوها. شلون صارت هاي البطولة؟ بسنة 1904 شخص فرنسي اسمه جيرارد طرح فكرة هي يجتمعون دول العالم ببطولة دولية ضخمة ويتنافسون باللعبة، بس بوقتها صارت الحرب العالمية الأولى ولغت الفكرة وما صارت. فمن انتهت الحرب اجى فرنسي ثاني هم فرنسي محامي اسمه جون ريميه، وكان هو بوقتها رئيس الاتحاد الفرنسي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم قدم الفكرة. و9 سنوات بذل كل جهده حتى الفكرة تنفذ هو وصديقه هنري، بس بوقتها كانت اللجنة الأولمبية معترضة. وبعد اجتماعات وتصويت وأخيرا وافق الاتحاد الدولي تنفيذ فكرة جون ريميه، وسموا كاس البطولة باسمه تكريما للجهودة. وهو من الحماس دفع تكاليف تصميم الكاس من جيبه الخاص، والكاس وزنه 8.3 كيلو من الذهب الخالص وارتفاعه 35 سنتيم. واختاروا تصير أول بطولة كأس عالم بالأورجواي، لأن الأورجواي كانت بطلة آخر نسختين من الأولمبياد، والمشاركة بالبطولة مفتوحة وبدون تصفيات. جون ريميه خاب أمله لأن لحد قبل شهرين من البطولة ولا دولة رسلت موافقة مشاركتهم بالبطولة. فجون ريميه صار بموقف صعب وقام يشوف حلمه يمكن ينهار، فاتصل بكل الدول الأوروبية وقدر يقنع 4 فرق بالمشاركة، واتصل بدول أمريكا الجنوبية والشمالية، وتحمل الاتحاد الدولي كل مصاريف سفر المنتخبات المشاركة، والأورجواي تحملوا تكاليف إقامة المنتخبات كلها حتى يحفزون ويشجعون الدول الباقية بالمشاركة. وبالرغم من كل هذا شاركوا بس 13 منتخب، وانطلقت أول بطولة كأس عالم وتحقق حلم الفرنسي جون ريميه، ووراها صار حلم كل المنتخبات يشاركون بالبطولة.